طالت فترة تعيين ناخب وطني جديد على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري كثيرا، بعدما كانت الأقرب في الفترة الأخيرة بعدما اقترب الاتحاد الجزائري لكرة القدم من تعيين فيليكس سانشيز مدربا للمنتخب الجزائري. راح نتحدث حول هذا الموضوع كثيرا، وراح نعطي لكم الجديد بخصوص هذا الموضوع الذي بات حديث الساعة في الآونة الأخيرة، ولو أنه موضوع يوسف بليلي طغى على السطح أو طفى على السطح في 48 ساعة الأخيرة. طبعا البداية كانت بتنصيب اللجنة، لو تتذكرون اللجنة التي قادها ربح سعدان، اللجنة التقنية التي وضعت 3 أسماء للتعاقد معها، قصد التعاقد معها لخلافة فلاديمير بيتكوفيتش على مستوى العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري. لكن الأمر لم يسير بالطريقة التي كانت تريدها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعدما تم وضع توم سانتيفي وفيليكس سانشيز ورافائيل بينيتاز. رافائيل بينيتاز أنا كنت قلت من الأول أنه اسم وضع لكي يوضع فقط، لأنه اشترط أنه يجيب 11 مساعد في الطاقم الفني تاعو، والاتحاد الجزائري من بين شروطه هو تعيين مساعد من اختيار الاتحاد الجزائري لكرة القدم. أما توم سانتيفي لم يرفض تدريب المنتخب الجزائري، وقرر أنه يقبل بتدريب الجزائر إذا ما أرسل له عرض من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم. لكن المفاوضات سارت في طريق واحد نحو فيليكس سانشيز، هذا المدرب الإسباني الذي سبق له الإشراف على المنتخب القطري والسد رفقة الأندية الشبانية الفئات الشبانية لنادي برشلونة لا ماسيا. لكن فيليكس سانشيز الذي كان الأقرب لتولي العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، وكان أيضا قد وافق على تعيين طاقم محلي بقيادة عنتر يحيى في الآونة الأخيرة، كانت المفاوضات تسير في طريق صحيح، كل الأمور محسومة خاصة الراتب ومدة العقد وما إلى ذلك. لكن دخلت كوريا الجنوبية الخط وتفاوضت مع هذا المدرب الذي غير رأيه، يكون قد غير رأيه مع مرور الوقت، وبالتالي الاتحاد الجزائري وجد صعوبة في حسم الأمور مع هذا المدرب في الأسابيع الماضية، مما جعل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تضع أسماء بديلة، من بينها بينتو، هذا المدرب الذي اقترح على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكانت الاتحادية قد راسلت هذا المدرب الذي ربما لا يرفض تدريب المنتخب الجزائري، لكن لديه بعض الشروط، من بينها طاقم المساعد، والذي يشترط فيه اليوم الاتحاد الجزائري الفاف يشترط تعيين مساعد مدرب محلي من أجل مساعدة المدرب الأجنبي على تولي مهام تدريب المنتخب الجزائري. لا أدري صحة هذا القرار من عدمه. اليوم الاتحاد الجزائري ارتأى تعيين مساعد وتعيين مناجر، ولم يعين بعد المدرب الرئيسي اللي راح يخلف فلاديمير بيتكوفيتش على مستوى العارضة الفنية للمنتخب الجزائري. لكن وفق آخر الأخبار التي وصلتنا، يبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا زال يجد صعوبة في اختيار الناخب الوطني المقبل. يفاوض العديد من الأسماء، لكن لم يرصى على اسم معين بعدما كان قد رصى على تعيين سانشيز مدربا للمنتخب الجزائري، وكل الأمور كانت مهيئة نحو التنصيب الرسمي لفيليكس سانشيز. يبدو أن الاتحاد الجزائري وضع أسماء بديلة في حال ما إذا رفض سانشيز نهائيا تدريب المنتخب الجزائري. اليوم وفق آخر الأخبار التي وصلتنا، يبدو أنه عنتر يحيى الأقرب لقيادة المنتخب الوطني الجزائري في المباراتين اللي راح يلعبها الخضر أمام بورندي وزامبيا في افتتاح تصفيات كأس إفريقيا 27 في كينيا، تنزانيا وأوغندا. أول مباراتين، أول جولتين، الجولة الأولى والثانية اللي راح تكون شهر سبتمبر الداخل، يوم 23 على ما أعتقد أو 21 سبتمبر، راح تكون أول مباراة للمنتخب الجزائري أمام زامبيا قبل استقبال بورندي هنا بالجزائر بملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو. هاتين المباراتين إن لم ترسى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على ناخب وطني من هنا لغاية انطلاق تربص المنتخب الوطني، راح يكون عنتر يحيى هو اللي يقود العارضة الفنية كمدرب أول، ولو أنه منصبه مدرب مساعد. عنتر يحيى أمضى على عقده رسميا مع المنتخب الوطني الجزائري ومع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في الفاتح من شهر أوت الجاري، أمضى على عقده رسميا، وسيكون وقد بدأ ممارسة نشاطه بداية من الفاتح أوت، وتواجد في العديد من البلدان الأوروبية من أجل محاولة الاقتراب من بعض الأسماء قصد توجيه الدعوة إليها في تربص المنتخب الوطني الجزائري المقبل بداية من شهر سبتمبر
الداخل اللي راح يكون اول تربص بعد مونديال 26 اللي خرجنا فيه من الدور 32، هو الدور الاول لمسابقة كأس العالم في هذه النسخة. طبعا راح يكون أول تربص بدون الناخبة الوطنية لا سبق فلاديمير بيتكوفيتش، وراح يكون أول تربص ربما بدون مدرب رئيسي بعدما فشل لحد الآن أو لم يجد لحد الآن، خلونا نختار المصطلحات بعناية، لم يجد الاتحاد الجزائري لحد الآن مدرب مناسب للمنتخب الوطني الجزائري بعدما تعثرت المفاوضات مع فيليكس سانشيز اللي كان أقرب، أعيد وأكرر، كان أقرب لخلافة فلاديمير بيتكوفيتش لولا عرض المنتخب الكوري الذي قلب المفاوضات رأسا على عقب. اليوم عنتر يحيى بدأ في العمل على توسيع القائمة ومحاولة غربلتها في آخر الأيام قصد الحصول على 26 ولا 25 لاعب اللي راح يكونوا في التربص المقبل، ربما حتى 28 لاعب، القائمة تكون موسعة بعض الشيء لكي تتيح العمل بطريقة جد سلسة للمدرب الجديد وحتى لعنتر يحيى اللي راح يكون قائد للمرحلة المقبلة في محاولة من الاتحاد الجزائري، ربما محاولة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل تهيئته ليكون ناخبا وطنيا أول في المنتخب الجزائري، بدليل أنه اليوم بات على رأس العريضة الفنية إذا لم يتم تعيين مدرب جديد للمنتخب الجزائري. لكن وفق ما أملكه من معلومات وحتى من قراءات بخصوص المنتخب الجزائري، أنا لا أرى بدا من تعيين مدرب ربما لم يشتغل بعد في القارة السمراء. كنت قلتها سابقا وأعيدها اليوم وأبقى أكررها في كل مرة، المنتخب الجزائري اليوم ماهوش في حاجة لمدرب باسم رنان لكي نهدئ الأوضاع ولكي ننسى بأننا نعاني اليوم على مستوى المنتخب الوطني من أسماء، نعاني من الجودة، نعاني من بعض النقائص مش من المدرب فقط. اليوم حتى لو نعين بيب غوارديولا مدربا للمنتخب الجزائري نبقى نعاني من بعض النقائص، لذلك لا بينتو ولا سانشيز راح يلقاو ربما الوصفة السحرية اليوم في المنتخب الجزائري. نأمل ذلك، نأمل أن يعين مدرب ويأتي بالجديد للمنتخب الجزائري، لكن وفق الأمور الحالية ووفق المعطيات الحالية المنتخب الجزائري أولا بحاجة لمدرب يعرف القارة السمراء، سبق له الاشتغال في القارة السمراء، سبق له الاشتغال مع منتخبات إفريقيا لكي يحسن التعامل مع المجموعة، يحسن التعامل مع التصفيات، يعطينا هوية لعب نكتسبها مع مرور المباريات استعدادا لهذا كان 27 اللي راح نلعبوا فيه بأهداف تصل إلى نصف نهائي المسابقة. لما لا نوصل للنهائي؟ نملك من اللاعبين ما يؤهلنا ربما للوصول لنصف النهائي. صحيح الجودة نقصت في المنتخب الجزائري، ما عندناش لاعبين كبار اليوم، اعتزل محرز واعتزل ماندي، ونحاول إيجاد مشاكل اللي تركها فلاديمير بيتكوفيتش، بداية من حراسة المرمى اللي ما عندناش حارس ثابت، مرورا بخط الدفاع اللي بات يتلقى أهداف بالجملة، وصولا إلى خط الوسط وحتى خط الهجوم. عندنا بعض المشاكل اللي اليوم بحاجة لمدرب يحسن أنه يتعامل مع هذه الورشات كبيرة تركها فلاديمير بيتكوفيتش بعدما أوصل المنتخب الوطني للدور الثاني من كأس العالم، لكن بنقائص عديدة للأسف الشديد، لذلك لا يجب أن نتسرع في تعيين الناخب الوطني. أنا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في هذه النقطة، لم يعين بعد الناخب، ما راش يتسرع كثير، حتى أنه تلقى بعض النصائح بخصوص تعيين فيليكس سانشيز اللي ما يقدرش انه يقدم لك الاضافه الكبيره مع المنتخب الوطني، هو البالمارس تاعو ما عندوش بالمارس كبير في اسيا، فما بالك بقاره افريقيا اللي عندها خصوصيتها وعندها استراتيجيتها في العمل، والعمل يختلف كليا في القاره السمراء مقارنه بقاره اوروبا وقاره اسيا. لذلك يجب أن يتم اختيار الناخب الوطني بعناية، ونتمنى التوفيق أيضا لعنتر يحيى اللاعب السابق للمنتخب الوطني الجزائري وبطل ملحمة درمان في مهمته التي ستكون صعبة للغاية في حال ما إذا أشرف على المنتخب الوطني الجزائري في التربص المقبل. أعطونا آراءكم، دائما أسعد كثيرا بقراءة تعليقاتكم وآراءكم بخصوص كل هذه المواضيع. فعلوا الجرس واشتركوا في القناة لكي يصلكم كل جديد. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا دائما على طيب. كان هذا رأي الصحفي القدير عماد مصطفى حول من يقود الخضر في التصفيات المؤهلة للمونديال ولكأس إفريقيا. شكرا للمتابعة.